السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان تطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه الترا برو اكستشينج باي كريبتو. التطبيق ده مساحته 96 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالعملات المشفرة. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تشتري العملات المشفرة او تبيع العملات المشفره او تحتفظ بالعملات المشفره على التطبيق. العملات المشفره دي زي ايه؟ زي البيتكوين، زي الاثيريوم، زي الدوش كوين، زي البينانس. كل العملات دي وفي اكتر من 120 عمله مشفره بتقدر تلاقيهم على التطبيق ده وتقدر تتعامل بيهم على التطبيق ده برضه. التطبيق ده بيقدر يسهل عليك ان انت تحتفظ بالعملات بدون تحتفظ بالعملات لحين الحاجة إليها، يعني لحد ما تحتاج إليها، وبعد كده تقدر انت تبيعها لأي حد، تقدر انت تبعتها لأي حد من خلال التطبيق. بتقدر كمان تعرف اسعار العملات اول باول، والعملات اللي سعرها طالع، العملات اللي هي المشفره اللي سعرها طالع، والعملات المشفره اللي سعرها نازل. كل ده بتقدر تعرفه من خلال التطبيق. كمان التطبيق ده بيكون فيه، لو في عملاء جداد حابين ان هم يعرفوا العملات المشفرة او التداول في العملات المشفرة او البيع والشراء او ازاي الناس بتكسب وبتحقق ارباح، فالتطبيق بيكون فيه زي شرح مبسط للعملات المشفرة وطريقة التعامل وازاي تحقق مكسب منها. ولو انت حابب ان انت تعمل تداول وبيع وشراء بدون فلوس حقيقية، فبيقدر ان هو برضو يخليك تعمل الفرصة دي، بيديك فرصة زي بس تجريبي كده ان انت تجرب وان انت تشوف ازاي بتحقق المكسب وتحقق الربح، لحد ما بيحس ان انت كويس زي التداول كده في البورصة بالظبط. لحد ما بتقدر بيحس التطبيق ان انت كويس، او انت بتحس ان انت خلاص بقيت كويس وتقدر تفهم في العملات المشفرة وتقدر ان انت تبيع وتشتري وكده تحقق مكاسب، فتبدأ ان انت تحط بقى فلوس حقيقية. اول ما تحط فلوس حقيقية بقى بتقدر ان انت تحقق مكاسب حقيقية بجد. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق كله باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في الكومنت لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.